روي عن رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: من لا يشكر الناس لا يشكر الله. مدينة وجدة، مدينة الألفية، مدينة زيد بن عطية. في هذه المدينة لا يمكن، وهي مدينة لشخصية أدخلتها التاريخ المعاصر من بابه الواسع وبدون مبالغة أو مجاملة. مدينة وجدة تعتبر مضربا للأمثال في العمل الإحساني بكل أصنافه وأنواعه وفي جميع المجالات. مدينة وجدة دخلت التاريخ ويتم تسويقها إعلاميا وخارجيا باعتبارها المدينة الأولى في العالم التي تحتوي على أكبر عدد من المساجد مقارنة بالكثافة السكانية. يعني كان اسطنبول فيها 15 ولا 20 مليون، ولكن بالنسبة لوجدة فيها 500,000. إذن معنى أن مدينة وجدة التي تضم وتحتوي على حوالي 500 مسجد مقارنة بكثافتها السكانية تعتبر المدينة الأولى في العالم التي يوجد بها أكبر عدد من المساجد. والفضل في ذلك أيها الإخوة بعد الله تبارك وتعالى يرجع إلى الدكتور والعلامة مصطفى بن حمزة، الرئيس الجهوي للمجلس العلمي بالجهة الشرقية. والدكتور مصطفى بن حمزة كلما سنحت لي الفرصة بزيارته أو سنحت الفرصة لأحد الزملاء الإعلاميين بزيارته إلا وتجده يحمل هم الإعلام وهم الحقل الإعلامي ربما أكثر من المؤسسات التي يجب والتي ينبغي عليها بالفعل أن تهتم بهذا الحق. كلما جلس الدكتور مصطفى بن حمزة وجالسه الإخوة الإعلاميين إلا ويكون حديثه عن دور الإعلام الجدي وأهمية الإعلام الجدي والفعال والنزيه والذي يتأسس على المصداقية، وأن هذا الإعلام الجدي النزيه المتخلق يعتبر الدكتور مصطفى بن حمزة بأن الإعلام موازن للأخلاق. إذا كانت هناك أخلاق يتميز بها الإعلامي فإن الإعلام بالفعل يمكن أن يكون رافعا ويمكن أن يكون سندا ويمكن أن يكون دعما للأمة والدولة. ولكن إذا فسد الإعلام وفسد الإعلامي فإن ذلك يكون وبالا على الأمة وعلى الدولة. الدكتور مصطفى بن حمزة دائما يركز على الجانب الأخلاقي في الإعلام وفي الإعلام، وبطبيعة الحال ما دام الدكتور مصطفى بن حمزة حاضر معنا فنلتمس منه. نعم، للصحافة قوة والصحافة قوة. أتذكر يوما ما خلال لقاء صحفي مع المرحوم المغفور له جلالة الملك الحسن الثاني قال: سيكون للترانزستور قوة، سيكون للترانزستور قوة. وآنذاك بطبيعة الحال كانت ما زالت لم يظهر الإعلام الرسمي ولم تظهر هذه الثورة الإعلامية. كلنا يدرك اليوم أن بعض الدول التي أدركت هذا كانت غير معروفة ومغمورة
لكنها أدركت بأن الإعلام قوة، فأصبحت دولا يحسب لها 1000 حساب، والسبب في ذلك أنها تمتلك قوة إعلامية أو تمتلك قناة إعلامية قوية، فأصبحت هذه الدولة يخشاها العالم وتخشاها أنظمة العالم بأجمعه. السبب في ذلك هو امتلاكها لقوة إعلامية. فالإعلام كلنا أدرك خلال الربيع العربي أن الإعلام لعب دورا أساسيا في إسقاط أنظمة، والإعلام يلعب دورا أساسيا في هزم الجيوش العسكرية. والدليل على ذلك وأن التغطية الإعلامية التي تقوم بها بعض القنوات حاليا للمجازر التي يرتكبها العدو الصهيوني في غزة، أن كبار قادة العالم يتصلون يوميا بإحدى القنوات بأن تخفف أو تقلل من هذه التغطية للتعتيم على ما يقع. وهنا عندما نقول التعتيم، فالغرب اليوم يكيل إعلاميا، أتحدث إعلاميا، الغرب اليوم يكيل بمكيالين، فيوميا ولا يمر أسبوع وأكبر عدد من الإعلاميين قتل خلال الحروب هو في الشرق الأوسط، إما في حروب العراق أو في حروب سوريا أو في فلسطين أو في يمر هذا القتل مر الكرام بالقول سيفتح تحقيق في الموضوع وانتهى الأمر، بل وصل الأمر إلى قتل أسر الإعلاميين بطبيعة الحال لثنيهم عن تغطيتهم في هذا المجال. في حين نتذكر جيدا أنه عندما قتل شخص من جريدة شارلي إبدو، العالم ورؤساء العالم كلهم تضامنوا معه. هل الإعلاميون العرب ليسوا بشرا؟ بطبيعة الحال يبقى السؤال مفتوحا. ثم ناهيك عن الأخلاق التي تحدث عنها الآن دكتور مصطفى الحجاوي وتحدث عنها الإخوان، الأخلاق التي انهارت في إعلان الغرب، الذي يعتمد على ماذا؟ الذي يعتمد على بعض الحكايا في حين أنها ليست حقيقة. لماذا؟ ليجعل من المعتدي ضحية ومن المعتدى عليه معتدي أو ضحية. لا أريد أن أطيل، وإنما هناك رغم أنني لا لاحظوا الفرق بين الأنباء والإعلام. ثم أصبحت هي التي تمنح الصحافة، التي صاحب بطاقة المهني. والمشكل أنها هي بدورها كانت لديها تجنيد المرسوم، يعني حنا واحد ثغرة في القانون، حنا ثغرة كبيرة لا مستقبل لها، ستشتت يعني ذاك الفكر التشريعي الموحد. لأنه إذا دخلنا في إطار سلسلة من تجميد قوانين إحداث لجنة مؤقتة تسند إليها تنظيم المهنة، وخصنا كاع تعرفنا الأساتذة ولا لجنة مؤقتة نديروا قانون النظام الأساسي ديالنا والأطباء وهكذا. يعني من الناحية التشريعية خلقنا واحد الوضعية غريبة. المشكل أن الغرابة وصلت إلى أن مجموعة عقلوا مزيان، مجموعة الفرق النيابية والمجموعة التشريعية داروا مقترح قانون وقعوا عليه بالإجماع ودفعوه للبرلمان وغدا سحبوه. ماذا وقع؟ لكن المشكل وهو أنه تم الرجوع للعمل من طريق اللجنة، ولكن لم يحل المشكل الأصلي. أنا بالنسبة لي المستجد اللي خصو يكون هو أن الصحفيين يعني الإعلاميين كاع بصفة عامة يركزوا على موضوع واحد، هذوك الباقي راه جزئيات. راه يمكنكم تاخذوا
النظام ديال هيئه الاطباء راه صالح باش يطبق على الصحفي، لكن لم يجلس او لم يناقش الصحفيون مستقبلهم في اطار هيئه مهنيه، لا حديثا هذا، ولم يقدموا انفسهم في اطار هيئه الضبط والحكمه والدستور يسمح بذلك. لو انا اعطيكم واحد المثال، تصوروا ان القانون ديال المجلس على الصحافه كتب في الماده الاولى او في الديباجه استنادا على الفصل 159 من الدستور. لا كنتم في وضعيه اخرى، وضعيه تاع هيئه الضبط والحكمه، مجلس وطني للصحافه الى جانب مجلس الاستشاري للاسره والطفوله، مجلس المنافسه، مجلس كذا الى اخره، 6 ديال المؤسسات غير هيئه الضبط والحكمه. اذا المستجد الان وهو هل نعيش فراغا قانونيا ام ان اللجنه المؤقته والعمل الذي ستقوم به كفيل بارجاع الامور الى مصالحها؟ انا اتساءل معكم، اذا وصلت الاجل ولم يستطع هذه اللجنه انهاء مهامها شنو؟ طبعا اعرف دابا في الدين ديالكم غتقولوا يزيدوهم واحد العام، ما كملوش نزيدوهم العام، غادي نوضعوا حنا الاساتذه خصنا لجنه مؤقته وهكذا. اذا ينبغي حل المشكل المستقبلي من جذره، وذلك بالحسن في طبيعه الصحفيين، علما بانه حتى التشتيت الحالي ما بين هيئه الهرم تاع السمع البصري وما بين الصحفيين الذي اضافت اليه التكنولوجيا، اضافت اليه صحفيين الكترونيين، واصبحنا الالكتروني نربطه بالصحافه، ايوا الاذاعات الالكترونيه شنو نديروا معها؟ كيفاش؟ اذا نحن في حاجه الى منظومه تشريعيه جديده. شكرا على السيدة فاطمة الشريف. وهي فاعلة جمع عملة معروفة في مدينة وجدة بتعدد أنشطتها الاجتماعية وكدها وجدها وقدرتها في هذا المجال. تقدم لها الهدية الأستاذة فاطمة الزهراء مزاري، فلتتفضل مشكورة. بالك البالي. السيد المكرم الثاني السيد بن عيسى عبد الرزاق، وبطبيعة الحال في مجال المسرح قدم الكثير في هذا الحفل. الأستاذة سميرة البشاوني تقدم له الهدية. أستاذة سميرة البشاوني. شربنا خدمنا المسرح، هجرنا، سجلنا في الغربة وخدمنا الوطن، وحتى الوطن ما عطانا والو، ولكن يبقى هو الوطن. قولة دائما في القلب ديالي كانها واحد الزعيم عزيز علينا، السعد رحمه الله، اللي قال يكفينا شرفا اننا كنا صادقين والعزه بالله.
تحية إعلامية صادقة. في الحقيقة لا يسع المقام الزمن أن أتحدث كثير، ولكن يمكنني أن أشغل هذه الفرحة فرحة الاعتراف الذي هو اعتراف يدعونا إلى الاستمرار بثبات وبعزيمة وبإرادة. هناك ثلاثة أشياء يمكن للمرء أن يبني بها ذاته، وأن يبني بها محيطه، وأن يبني بها حلم الآخرين. أولا العزيمة، ثانيا الإرادة، ثالثا الصدق. واسمحوا لي إذا قلت لكم في هذا المساء الإعلامي البهي، لن أطيل إذا قلت لكم أنا أحس في هذا المساء بأنني إزاء فرسان شرق هذا الوطن العزيز بكل أجياله. فما أدعو إليه وبالأخص الجيل الجديد هو أن يتعود على التفكير، وهذا التفكير أن يكون تفكيرا نقديا. لماذا؟ لأن في النقد نستمر بثبات وبإرادة وعزيمة، ونسهم معا في بناء الإنسان الذي نحتاجه دائما به وإليه نعود. وشكرا لكم. يعني التقينا كلمات الشكر وكلمات الامتنان للدور الذي لعبه في إنجاح هذا اللقاء، فإننا لا يمكن أن نوفيه حقه. والدكتور الزوت هشام السيد نائب رئيس عميد كلية الأدب، وبطبيعة الحال هو الذي عانى معنا لإنجاح هذا الحفل، فليتفضل مشكورا ونقدم له الهدية. أستاذ مصطفى الشمالي كاتب الجهاد. أعود مجددا إليكم الحضور الكرام. حقيقة يعني لم أتوقع هذا التكريم، ولكنه أعتقد أننا هذا التكريم يتقاسمه معي عدة رجالات، منهم من هو حاضر معنا في الصفوف الأمامية، وبالخصوص الأستاذ الفاضل سيزار الدين طيبي، نائب رئيس جامعة محمد الأول المكلف بالشؤون البيداغوجية، إعلامي وأكاديمي وإداري، جمع أكثر من الحسنيين. وبكل صراحة فكان داعم إلى جانب السيد رئيس جامعة محمد الأول في شخص الدكتور ياسين زغلول، سواء في التعليم المعنوي أو المادي، في إحداث شعبة علوم الإعلام والتواصل الاستراتيجي، وأيضا في اللجنة الأخرى ماستر الصحافة والإعلام الرقمي. أيضا الذي سبقني في التكريم سيدي يحيى عمارة، وهو مدير مختبر استراتيجية صناعة الاتصال والبحث السوسيولوجي، باعتماد وحدة جديدة في تكوين الدكتوراه موسومة بالإعلام والاتصال والتكنولوجيا الرقمنة. إذا هي لجنات تتشكل في حاضرة جامعة محمد الأول. أيضا الفضل كبير للعميد كلية الآداب والعلوم الإسلامية السابق الدكتور سمو الدين علم، وأيضا لما هو الآن الدكتور فاضل السي حسين الشمي. ولكم طلبة الأعزاء أتقاسم معكم هذه الهدية دون أن أنسى غيركم. تقدم له الهدية أستاذ حياة أجبرني. أستاذ حياة.
هنيئا لكم مؤتمر الصحافة. أنا يعجبني واحد الحاجة عجبتني أنه 3 أجيال تلاقاو هنايا، قبل 21 وزوج فئات قبل 20. وهذه حاجة مزيانة أنه الجيل الجديد ما يبقاش الهوية ديالو يشوف القدام هنا في وجدان شكون هما. أنا ولا شفت شي واحد هنا تبارك الله ديال شحال ما شفتهمش. صافي بليزير دو فواغ واحد المجمع هكذا، تشوف واحد الجيل نتاع بداية القرن 20 والجيل نتاع نهاية القرن 20 والجيل اللي راه في القرن 21. 3 الناس تبارك الله عليهم. أستاذ سابق التعليم الثانوي، مرشد تربوي، وعضو سابق في هيئة التحرير، وكاتب سابق في المجلة الوطنية التربوية المخصصة في مجال التدريس الناطقة بالفرنسية، بروسبكتيف بيداغوجيك 1996 حتى 2002. عضو هيئة التحرير ومراسل سابق للجريدة المحلية الناطقة بالفرنسية لا باسغال 1998-2002. مراسل سابق لجريدة الحياة المغربية بوجدة ولجريدة الحدث الشرقي بوجدة. مراسل ومساهم بمقالات في العديد من الجرائد المحلية والجهوية والإلكترونية. مراسل سابق لجريدة الأحداث المغربية بوجدة والجهة الشرقية. مراسل سابق لجريدة المساء بوجدة والجهة الشرقية. ومدير سابق للموقع الإلكتروني وجدة الزير. ونتمنى أن لا تتوقف مسيرته الإعلامية. يقدم له ليتفضل الأستاذ عبد القادر قطرة، ويقدم له الهدية أستاذنا وصديقنا وزميلنا الأستاذ حسن عبد الخالق، فليتفضل. المكرم الثاني من رجال الصحافة، غني عن التعريف بطبيعة الحال، أستاذ جامعي، وهو الأستاذ الدكتور زهر الدين الطيبي. تقلد الأستاذ زهر الدين الطيبي عدة مهام صحفية وخاض عدة تجارب إعلامية، نذكر منها على سبيل المثال وليس على سبيل الحصر 33 سنة تجربة في مجال الصحافة والإعلام، 20 سنة كمدير نشر لأسبوعية الحدث الشرقي، 14 سنة كمدير مكتب مجموع إذاعة MFM بجهة الشرق، مذيع صاحب افتتاحية قناة MFM بإذاعة MFM منذ 2015، ممثل المغرب كنائب رئيس الشبكة الإفريقية للصحفيين المكلفة بشمال إفريقيا منذ 2011، النائب الأول لكاتب فرع الجهوي للنقابة الوطنية للصحافة المغربية سابقا، ومحاضر في المؤتمر الدولي الأول لمبادرة الشراكة الأمريكية الشرق الأوسطية بالبحر الميت الأردن براير 2008، مراسل مجموعة إذاعة MFM بالجهة الشرقية منذ 2006، معد ومقدم برنامج حواري إذاعي مباشر محطة وجدة إذاعة وجدة بعنوان قضايا ومواقف 2005، منتج وصحفي بمحطة إذاعة وجدة، قراءة تعاليق لمسلسل علماء المغرب الأندلس الذي بثته التلفزة المغربية 2004، متعاون مع قناة أبو ظبي في برنامج أبرياء من وجدة 2002، ومقدم صار نغموتي للتلفزة المغربية من وجدة 2002، مدير نشر أسبوعية الحدث الشرقي الجهوية الصادرة من وجدة منذ 1999، رئيس تحرير جريدة الشرق الأسبوعية من 1995 إلى 1998، مدير منتدى
لجريدة إسلي سنة 1994 وصحفي منذ 1990 في جرائد مختلفة، جريدة أنكار وجدة، سوايع الشرق، جريدة إسلي، الجرائد الوطنية والقائمة طويلة. فليتفضل الأستاذ زهر الدين طيبي وقدم له الهدية أستاذنا الأستاذ عبد الحميد الجماعي. المكرم الثالث. العبارات تخونني في هكذا مناسبات. أنا سعيد جدا للتواجد معكم، سعيد جدا لهذه المبادرة. أشكر زملائي الأعزاء كل باسمه وصفته على هذا التكريم، وسعيد بتواجد أساتذة أعزاء أكن لهم كل التقدير والاحترام وتعلمت منهم الكثير ولا زلت أتعلم. أشكركم جميعا من القلب، شكرا لكم. من الرعيل الأول في وجدة الجهة الشرقية، قناة تلفزية بوجدة، أستاذ حسن التهاني. أستاذ حسن التهاني يقدم له هدية السي محمد العمارتي رئيس اللجنة. إذا يقدم له الهدية السي مصطفى قشنلي كاتب الجهوي، فليتفضل مشكور. يشتغل حاليا بجريدة ليكونوميست. هو الأستاذ علي خروبي. ركم إلى يومنا هذا 40 سنة من العمل الإعلامي كمتعاون مع جرائد متخصصة وعامة. البداية كانت مع الصحيفة الرياضية في مارس 1984 الكرة، ثم مع يومية رسالة الأمة من 85 إلى 87، ثم مع يومية لو ماتان دو سارة 1988 2004، ثم عرج على جريدة أوجوردي لو ماروك 2012، حيث انتقل بعد ذلك إلى الجريدة المتخصصة اقتصاديا ليكونوميست. كما سبق للزميل علي خروبي أن عمل كمنشط ومنتج إذاعي لمدة 10 سنوات في إذاعة وجدة، حيث أنتج عدة برامج بالعربية والأمازيغية والفرنسية. والأستاذ علي خروبي تجربة في مجال الإعلام الرقمي كمدير النشر بالجريدة الإلكترونية وجدة 24، وأول مسؤول إعلامي لنادي المولودية وجدة. يقدم له الهدية الدكتور وأستاذنا بن يونس المرزوقي، فليتفضل مشكورا. Oui. Alors, merci tout le monde. شكرا للجميع. J'ai choisi M. Merzoui باش نكون الجائزة. علاش؟ باسكو سيدي يونس لما في حياتي كان جوج أقرار. خدم في الجرائد باطل. خدم في الجرائد ما يخلصوش. خدم في الجرائد يحسبوك مراسل. يحسبوك نكرة على مستوى الضرب والربا. السي مرزوقي غادي يتصل بيا ويقول لي كاين واحد الجريده الفرنسيه الا بغيت تقتل معاها كتكون هو ديال العمر وكان مسؤول عليها المرحوم الهاشمي الإدريسي اللي كان مسؤول على الجريده.
ديك المرحله خرجوا يا نطاق المراسل بينابول، المراسل اللي كيخلص باش المراسل يتخلص واللي يخليه يكون نزيه، المراسل ما يخلصش غتدخل في واحد المعادله غريبه وعجيبه. شكرا سي الوكيل فخور الآن هي الأستاذة بديعة زخنيني من إذاعة وجدة الجهوي. التحقت بالعمل سنة 1996، حاصلة على الإجازة في اللغة الإنجليزية وآدابها ومذيعة بالعربية. هاد الناس هادو مفرسين أو بالإنجليزية ولكن يشتغلون في مجال الإعلام باللغة العربية. ماستر في التراث الشعبي والتنمية، دكتوراه موضوع Histoire, Culture et Développement. معدة لمجموعة من البرامج في العديد من المجالات الاقتصادية والاجتماعية، وقامت بإنجاز العديد من التحقيقات الإذاعية والبرامج الثقافية والإخبار وريبورتاجات إذاعية وتلفزيونية. تتفضل الأستاذة بديعة الزخنيني تقدم لها الهدية الأستاذة شفيقة البوعدناوي. مساء النور. في بداية كنبغي نشكر كثير فريق النقابة على هذا الحفل البهيج وعلى هذا التكريم. وهذا التكريم ماشي ليا أنا فقط، إنما هو تكريم لمحضر جهوية الإذاعات بشكل عام. تكريم كيف قال سي معطاهر كيبقى أكثر من تشريف، ولكن كيبقى تكليف. فاش اتصلوا بيا الإخوان وخبروني بأنه كاين حفل ديال التكريم، حسيت بالثقل على الظهر ديالي وعلى الكاهل ديالي، لأنه هذه دعوة من أجل المثابرة ومن أجل بذل المزيد وإعطاء الكثير. والمجال الإعلامي هو المجال اللي لا ينتهي العمل فيه، ومجال اللي ما فيهش تقاعد. الأستاذ يحيى عمارة قلت قبيله 3 ديال النقاط اللي كتبني الشخصية ديال الإنسان. أنا غنضيف نقطة أخرى وهي الإصرار. الإصرار من أجل بلوغ الهدف، ولكن بطبيعة الحال بلوغ الهدف بطريقة وبأسلوب أخلاق، يعني أخلاق التي ما فتئ الكل ينادي بها ويصر عليها، ومع الأسف هي التي نفتقدها كثيرا. شكرا لكم مرة أخرى. لصحافي ومراسل يتسم بنوع من الطيبوبة ونوع من الهدوء ونوع من العلاقة الطيبة مع جميع الزملاء في جميع المجالات. الأستاذ عبد اللطيف الرامي تاريخ ازدياد 1959 تتميز مسيرته الإعلامية بالاشتغال بالعديد من الجرائد: الشباب الديمقراطي، عنوان، المنظمة، الأنوار، حياة المغربية، الصباح، والمساهمة بمجموعة من المقالات والمراسلات في جرائد وطنية وجهوية. اشتغل أيضا كمراسل سابق لإذاعة أطلنطيك، مؤسس ومؤطر نادي مهم ودعا صيته نادي الصحفيين الشباب بتاويك، الذي يتابع بطبيعة الحال يعني مواكبة هذا النادي لعدة بل عشرات السنوات. عضو سابق في النقابة الوطنية للصحافة المغربية فرع الجهة الشرقية، ويقوم بتنظيم مجموعة من الدورات التكوينية في مجال الإعلام. يتفضل الأستاذ عبد اللطيف الرامي يقدم له الهدية الزميل رمسيس بولعيون، رئيس اللجنة الإقليمية التابعة فرع الجهوي للنقابة الوطنية للصحافة.
سعر الاسلام مساوي. تفضل تقدم الهديه للسي عبد اللطيف الرابي. السلام عليكم. قال لي سي حسن الخلق ديال الكلمة وابن مدينة التوغيط عايشته كثيرا وبجانبه الجار الحبيب مدينة دبدوب شخص حميد جماري. أقول لكم تحياتي لكم بلا حدود. عمركن كله نجاح، تفوق، تألق وسعادة وورود وكل ما هو جميل. بطريق محطة إذاعة وجدان الجهوية مزداد 1962 جامعة الأبصار عملت وجدان رياض. تخرج من المعهد العالي للصحافة بالرباط شعبة الصحافة السنية البصرية سنة 1986. التحق بإذاعة وجدة 1988. شارك في عدة دورات تدريبية منها الدورة بمركز التكوين الصحفي بتونس وأخرى بالبي سي في لندن. حصل على المرتبة الأولى في استفتاء بين المستمعين باختيار أحسن معد ومقدم برامج على الصعيد الوطني سنة 1998. من البرامج التي أعدها وقدمها الأستاذ حسين البطاري المجلة الثقافية ما رأيك، أذان صابية، تهاني وأماني، الصحة أولا، المغرب الأخضر، حاليا الإسلام دين ومعاملة، مسابقة رمضان، والجهة في الواجهة، ثم جيل الأخضر. ساهم في تغطية أنشطة الإذاعة الوطنية والتلفزيون المغربية منها تدشين القطار المغربي بين تلمسان والجزائر، برنامج ربيع الشاطئ من وهران بالتعاون مع التلفزة المغربية والجزائرية، ودير أحضان يا وطني من إذاعة الشرق بباريس. يقدم له الهدية الأستاذة نبيلة هدفي عضو الفرع الجهوي للنقابة الوطنية للصحافة المغرب بالنظر. يتفضل الأستاذ البطاري. بارك الله فيكم. أردت أن تشجع أيضا الفئات الشباب التي ابتدأت أو التي هي في طور الابتداء مشوارها الإعلامي، أو سواء في مجال التصوير أو في مجال المونتاج أو في مجال بطبيعة الحال خصوصا ما هو مرئي. بطبيعة الحال الشاب عبد الله محمد سليم يقدم له الهدية يوسف بن الحوشي. يوسف بن الحوشي رئيس فرع النقابة الوطنية، رئيس فرع النقابة الوطنية بالكناس. جمهرة اسمها مش نسيتي. الشخص المكرم هو الزميل حسين الدوري، وانه رفض التسليم. حسين الدوري هذا الرجل كما
الحديث مفرد بصيغة الجمع، وقد اجتمع فيه ما تفرق في غيره، فهو الحكيم حكيم النقابة، وهو الأستاذ المربي، وهو الإعلامي المتزن، فليتفضل مشكورا. وهو صاحب أول منبر إعلامي إلكتروني، أعتقد تأسس سنة 2004. مشاهدتي ربما سبقت يعني الكثير من المنابر الوطنية، وأتذكر يعني أول زيارة سي حسين مقر جريدة الحياة اليومية في إطار استشارته لي، مثلا كان بغى يدير جريدة يعني ورقية، قلت له المستقبل ديال الإعلام الإلكتروني زمن 2003 2004 كان يعني الكثير لا يعرف ما معنى الإعلام الإلكتروني. أظن أن حسين الدوري هو من مؤسسي الإعلام الإلكتروني في المغرب وفي العالم العربي بصفة عامة، لأن أول جريدة ربما إلكترونية تأسست سنة 2001 لا 2004 هي إذا كنهضر عربيا، حيث كانوا منابر إعلامية وكان عندهم امتداد إلكتروني، يعني ترسخت عليه كإعلام إعلاميا. قلتم واحد العام ما تشكروا بعضكم بعض فيسبوك، وكان قبل إيلون ماسك، وكان فيه تبارك الله يعني الشخصيات اللي استمرت في الإعلام وكتعطي في الإعلام بشكل يعني مختلف، بشكل مهني، بشكل إنساني. نقدم له هذه المقهى النقابة الوطنية للثقافة المغربية بجهة الشرق، نائب الرئيس. باختصار شديد، الإعلام الإلكتروني وجدت سيتي قمت بتأسيسها سنة 2004، وكان آنذاك الإنترنت كان ديال النخبة 2004 كان إما نسيبان ولا كانت عنده واحد الفئة معينة اللي كانت عندهم الإنترنت. بحال عندما تأسست الجريدة الإلكترونية وجدت سيتي، كنت عندما ألتقي ببعض المسؤولين أو تتحضر مع الفعاليات أو مع الجهات فأقدم لهم نفسي كمدير جريدة إلكترونية، فكثير منهم كان يقول لي ابحث شنو هي علاقة الإلكترونية بالصحافة، لأن الجريدة الإلكترونية أو الصحافة الإلكترونية كانت غير متداولة، كان غير معروف هذا الاسم. بطبيعة الحال المسار بدأ 2004، ولست أدري هل من سوء الحظ أو من حسن الحظ أننا بدأنا في وجدة. لماذا؟ لأن كتبت معنا في بداية الأمر العديد من الأقلام لرجال التعليم، لأن كانت الإنترنت تقريبا موجودة عند النخبة ديال رجال التعليم، ثم بعد ذلك مجموعة من المراسلين الذين فيما بعد قاموا بتأسيس جرائد إلكترونية وطنية الآن يحسب لها 1000 حسابها في المغرب، من بينهم العديد من الإخوان في هسبريس أنهم في بداية الأمر اشتغلوا مع وجدة سيتي. كانت 4 أو 5 جرائد إلكترونية في المغرب، كانت كازافري وإي مراكش، وكان واحد الموقع في الكناس أظن، وشي واحد آخر، وكانت وجدة سيتي. فكانت هذه هي البداية. بطبيعة الحال رغم المشاكل التي تعرفها الصحافة في الجهة الشرقية بصفة عامة، فأبينا إلا أن نستمر وأن نواصل إلى أن ينتهي المشوار في الحياة. وشكرا لكم، شكرا لزميلي وصديقي الأستاذ حسن عبد الخالق
صديق الطفولة. قريت أنا والسي حسن عبد الخالق من القسم الثالث ابتدائي، من القسم الثالث ابتدائي، وتنقرا أنا وياه في نفس القسم بطبيعة الحال إلى البكالوريا. عشنا في داخل الثانوية عموما وذكرياتها وكذا، ثم عندما افترقنا بطبيعة الحال كل إلى مجاله، فنرحب به ونشكركم جميعا بدون استثناء.